انا جيت عشان اقول لك يا سكار ان انا خلاص فاض بيا الكلم اللي اخوك بيعمله ده. انا خلاص هروح بقى واهجم عليه واخلصكم منه. انا زهقت جدا. كل ما حد يتضايق من نفسه في حاجة يجيلي أنا. يا سكار يا سكار يا سكار، ازيك يا سكار؟ انا جعان جدا، والاكل اللي اخوك بيدوري مش بيشبعني. بتنفضلي ليه وبتديني ظهرك ليه؟ ما ترد عليا. اعمل لكوا ايه؟ امشوا، انا مش الملك وما اقدرش اعمل حاجه. يلا امشوا من هنا. فلافيلو شاطري يا فلافيلو، جبتلنا الكرة عشان نلعب بيها. حلوة اوي رقصتك اللي بترقصها دي يا فلفول، اتعلمتها جديدة ولا ايه؟ ايوه، هي رقصة اتعلمتها مخصوص عشان اوريها لك. سيمبا سيمبا. في حد بينادي عليك يا سيمبا؟ ايوه سمعتها، خدت بالي. استنوا طيب، هروح اشوف مين اللي بينادي عليا وهاجي نلعب تاني مع بعض. استنوني. ليه كده؟ طيب ليه؟ الحقوني، الحقني يا بابا. يا بابا انت فين؟ الحقني يا ملك الغابة. ليه كده؟ انا ما عملتلكش حاجة. الحق يا ملك الغابة، شفت اللي حصل يا نمور؟ في ايه اللي حصل؟ سيمبا يا ملك الغابة، انا والله حاولت احوش عنه بس ما قدرتش. انت عارف بقى ظروفي، كبرت وما بقيتش اقدر اصطاد واكل، فعشان كده ما بقيتش اقدر ادافع عنه. اهدى كده يا نمر بس واحكي لي ايه اللي حصل لابني. اعصابي خلاص يا ملك الغابة، لازم اقعد، مش قادر. انا كبير في السن انت عارف. انا شفت واحد من العمالقة جه وخطف سيمبا، ومعلش انا معرفتش اعمل له حاجة عشان انت زي ما انت شايف انا نمر عجوز، اخاف اروح للعملاق يقتلني. طيب انا لازم اروح اشوف فين ابني، بس انا مش عارف هسيب الغابة لمين. هسيبها لك ليك يا نمور، انت وسكار اخويا لازم تاخدوا بالكم منها. سكار الحقني، سيمبا ابني اتخطف وانا مش عارف اعمل ايه. ما قداميش غير ان انا اروح واشوفه مين اللي خطفه واجيبه. طيب روح، ولا تحب اجي معاك ولا ايه بالظبط؟ لا خليك انت عشان تحرس الغابة، انت والنمر العجوز. انا قلت له ياخد باله من الغابة وانت معاهم. خلي بالك من الغابة يا سكار. طبعا، ده الغابة كلها في عينيا. ماشي، والنمر ده يعني ما تخافش منه، ده طيب، هو عجوز بس طيب، صدقني يا ابو سيمبا. روح يا حبيبي شوف فين سيمبا، يلا بسرعة. شفتوا اللي حصل؟ شفتوا يا نحل اللي حصل؟ سيمبا ابن ملك الغابة اتخطف. يا خرابي، سيمبا اتخطف؟ احنا بنحبه جدا، انا زعلانة عليه قوي. يا ترى مين يقدر يفيدني في الموضوع ده؟ اروح اسأل الغوريلا ولا كينج كونج؟ اروح اسأل كينج كونج الاول. هي كينج كونج والنبي سيب اللي انت عمال تعمله وتتمرن ده، سيب الكلام ده دلوقتي ورد عليا. انا عايز اعرف فين مكان العمالقة. عملكة ايه؟ انت اتجننت ولا ايه يا ابو سيمبا؟ مفيش حاجة اسمها كده. مين ضحك عليك وقالك الكلام ده؟ يوه، انت شكلك كده ما تعرفش مكانه وبتقول اي كلام. عن اذنك يا كينج كونج. ده عملاق على شكل بومبا. انت اسمك ايه؟ وانت مالك يا اسد؟ وايه اللي جابك هنا؟ طيب بالراحة عليا. ما شفتش اسد صغير شبهي كده اسمه سيمبا ويكون عملاق خطفه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ هو احنا عشان عمالقة هنروح نخطف الحيوانات الصغيرة؟ انت مجنون ولا ايه؟ انا هسيبك وامشي بدل ما افعصك برجلي. لازم استريح بقى عشان اقدر اقوم الصبح واشوف فين سيمبا. ده الليل دخل عليا في الغابة الغريبة دي. هحاول انام، يا رب ما تطلعليش حاجة وانا نايم. بيقولوا غابة عمالقة بقى. اعمل لك مفاجأة هايلة يا نمور. اخيرا بقى خلاص ابو سيمبا ده شغلناه في حاجة تانية ومشي من هنا، خطتنا نجحت. جايب لك بقى، اتفضل، ايه اللحمة كلها اللي في الغابة. ما هو انت كنت بطل القصة وانت اللي ضحكت على ابو سيمبا. هو في حد قبلك قدر يضحك عليه؟ لحمة، الله، شكرا جدا يا سكار. كل يلا يا سكار معايا انت كمان، ده اللحمة جميلة جدا. الله، يا ريت ابو سيمبا يتوه وينسى مكان الغابة وما يرجعش تاني. كل وما تفكرش في ابو سيمبا ده، اكيد هيتوه وهو بيدور على غابة العمالقة. انت مين وبتعمل ايه في غابتنا؟
انت اسد غريب عن الغابة. ايوه فعلا يا دب، انا اسد غريب عن الغابة. اصلا انا ابني ضاع، وقالولي اللي خطفه حد من العمالقة، فكنت بدور على العمالقة هم فين عشان يدلوني على ابني. هو مفيش حاجة اسمها العمالقة، لكن في حاجة اسمها أقوية الغابة، وانا هدلك دلوقتي هم فين وروح له. ازيكم يا عمالقة؟ انا جاي الغابة بتاعتكم وعمال ادور على ابني سيمبا، لان قالولي ان هو اتخطف، واللي خطفه عملاق. عملاق؟ احنا مش عمالقة، احنا فعلا تخان شوية وضخمين، لكن احنا مش عمالقة. احنا بس كنا بناكل زيادة شوية، بس احنا ما شفناش ابنك اللي بتقول عليه اتخطف ده. يعني انتم مش عمالقة؟ يعني انا ولا لاقي عمالقة ولا لاقي حاجة؟ امال عشان كده اللي شبه بقى بومبا ده كان هيضربني وقال لي امشي من هنا. طيب عن اذنكم بقى اروح ادور على ابني بعيد. فرافيلو تعالى يلا نروح نلعب بقى انا وانت سباق ونشوف مين فينا هيسابق التاني. انا طبعا اللي هغلبك. الله، ما انا طبعا بغلبك كل مرة، السكوتر بتاعي اسرع من السكوتر بتاعك. يلا نتسابق واوريك. هي سبقته. ايه ده؟ ايه الصخرة دي؟ ايه اللي حاططها هنا؟ الحقني. وايه الصوت اللي طالع منها جوه ده؟ الحقني. مين اللي جوه؟ مين اللي بينادي؟ انا فرافيلو. الحقني الحقني، عمال احاول ازق هنا مش عارف. انت يلي بره، انت مين؟ والنبي الحقني وشيل الصخرة دي. انا سيمبا ابن ملك الغابة، طلعني من هنا، طلعني ارجوك. ايه يا فرافيلو انت مش قلت لي هتسبقني؟ ايه اللي موقفك هنا؟ في صوت يا الصوت جاي من ورا الصخرة دي، وحد عمال يقول لي الحقني، وانا مش عارف مين هو. تيجي نحرك الصخرة ونشوف مين هو؟ عيلة يلا بينا. ايه ده فلافيلو؟ ايه يا حبايبي ده؟ بتعملوا ايه هنا؟ مش المفروض تلعبوا في المنطقة دي؟ احسن دي منطقة خطر، ده انا حابس جوه وحش كبير. يلا يا حبايبي امشوا من هنا لحسن الوحش ده يطلع ويأكلكم. يا لهوي، يلا يا فلافيلو نجري يلا. ضحكت عليهم، اما اطفال صغيرين بس هبل بصحيح. انا تعبت جدا ومش لاقي فعلا حاجة اسمها عمالقة. اكيد نمور ده اتجنن ولا ايه، ولا كان بيكذب عليا؟ انا مش عارف حاجة خالص، انا اتلخبطت. يا سيمبا انا دورت عليك في كل الغابات لحد ما عرفت اوصلك. الحق الغابة بتاعتك، الحق سكار ونمور بيدمروها، كانوا كل اللحمة اللي فيها وبعد كده عايزين ياكلوا الحيوانات، هيدمروا الغابة بتاعتك. الحق بسرعة. انا لازم اروح، انا حاسس اصلا ان في حاجة غلط. اروح اشوف الحق الغابة بتاعتي. ايه ده خربوا الغابة، الحيوانات مش موجودة، راحت فين؟ اكيد هربوا منهم ومن ظلمهم. مين اللي بينادي هناك؟ ايه ده؟ مين اللي جوه الكهف ده؟ مين اللي محبوس جوه؟ الحقني انت مين؟ الحقني. ماشي هلحقك وهزق الصخرة دي اهو. ايه ده؟ ابن سيمبا حبيبي، انت كنت محبوس هنا وضحكوا عليا وقالوا ان العمالقة خطفوك. انا لازم اروح لهم واديهم عقابهم اللي يستاهلوه. انت لابسني ملك يا سكار؟ طب انا رجعت لكم اخد حق منكم. خدوا. ايوه كده تحبسوا ابني، بتحبسوا بقى انتوا كمان، وهخليكوا عبرة لكل حيوانات الغابة، وكل الظلم اللي انتوا عملتوه هيترد لكم يا ظالمين.